تعرض رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي القجع إلى حملة من طرف بعض المحسوبين على فريق الرجاء الرياضي، وأطلق هؤلاء حملة ضد القجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقة بهاشتاغ القجع فاسد، يدعون فيها أن رئيس الجامعة لكرة القدم المغربية يشن حربا على الرجاء بالتحكيم والبرمجة. واستنكرت الجماهير المغربية هذه الحملة التي يقودها محسوبون على فريق الأخضر، ويؤكد أن تنظيم حملة ضد الإقجاع في هذه الظرفية خاطئة، خاصة وأن المغرب يحاول جاهدا تنظيم منافسات كأس إفريقيا 2025. كرة القدم اللي عرفت واحد الصحوة وصحوة كبيرة لا في جميع المستويات. كرة القدم النسوية اللي ربما ما كناش كنحلموا اننا نوصلوا لهذا المستوى ونشوفوا فرق ديال الفريق الوطني كيوصل للمربع، فريق الجيش الملكي تيفوز بكاس افريقيا، فنظيره في كرة القدم داخل القاعه كذلك شفنا المشاركات ديالنا في كاس العالم ولا كاس افريقيا، وشنا ما تبلو هذه الفئه بالبلاء حسن في كرة القدم. هذا الشيء كله في خلال 10 سنوات الاخيره فكانت واحد الصحوه فكانت واحد النهضه كرويه في المغرب، ما نكروش للرجل الخدمات اللي قدم كرة القدم المغربية، الرجل اللي ضحى بالوقت ديالو بمجموعه ديال المسائل باش يخلي الكره المغربيه في المصاف ديال الدول المتقدمه، وخير دليل اننا وصلنا لربع نصف نهائي ديال كأس العالم، وهذا الشيء مسبوق. ربما حتى دولة إفريقية ما وصلت ليش وما حلماتش به، ماشي غير ما وصلت ليش ولكن ما حلماتش. أنا أقول السيد الرئيس لا تبالي، نحن معك، نحن نقدر مجهوداتك، نحن نعرف ما تقوم به من عمل لفائدة كرة القدم، لفائدة الشباب في جميع المجالات، لا من ناحية البنيات التحتية ولا كذلك من ناحية التكوين ولا من ناحية تهيئة الأطر الوطنية. هذه كلها أشياء ربما تحسب لهذا الرجل، وحقيقة أقول له سير ولا تبالي. داكور ميرسي بوكو. سير دير النية صافي دير النية داكشي اللي كان. ميرسي بوكو سي جمال السنوسي، كنشكروك على المرور ديالك والشهاده ديالك. شكرا بزاف السي جمال السنوسي. بطبيعه الحال كما ذكرنا مازال غيكون معنا بزاف ديال الضيوف، مازال ديال الرؤساء باغيين يدخلوا معنا في حلقه هذا اليوم، لكن قبل نرجعوا لكيغالي عند صديقنا محمد ساميس كنظن بانه كاين اجماع من المنضوين تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على العمل اللي قام به رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وعلى كذلك التطور الملحوظ اللي شهدته كره القدم في العهد ديال رئيس الجامعه الملكيه المغربيه. كاين زوين من مزيان نسمعوا هذا الاجماع يكون داخلي، ولكن اللي مزيان وكنفتخروا به هو الاجماع يكون قاري ويكون دولي. كنشوفوا الكلمات اللي كيقولهم لا رئيس الاتحاد الدولي الفانتينو فاش كيجي للمغرب ولا حتى فاش كيكون خارج المغرب، وكيفاش كيوصف المغرب على اساس انه بلد اللي كيساهم بقوه في تطوير كره القدم لا الوطنيه ولا كذلك الافريقيه. نسمعوا كذلك التصريحات ديال رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، كتسمع الرؤساء ديال مجموعه ديال الاتحادات الافريقيه اللي كنتلاقاو معهم في كل تظاهرات سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب، واللي كيعتبروا المغرب نموذج يحتذى به، وكاين اجماع على شخصه ديال القزع والدور اللي كيقوم به من اجل التطوير. الا حنا كنهضروا في الداخل على تطوير كره القدم الوطنيه، فهم كيهضروا على تطوير كره القدم الافريقيه والدعم ديالو لا مشروط بجميع المناسبات لا قاريه ولا دوليه للدول الافريقيه والاتحادات الافريقيه. نعاود نذكر بالاتفاقيات اللي دارت مع مجموعه مع 54 اتحاد افريقي اللي كيهتم بها واللي كيتعاون فيها المغرب مع الاتحادات من اجل تنميه الكره ومن اجل مساعده الشباب في هذيك البلاد تحت التوفيق ديال جلاله الملك نصر الله اللي خدم من افريقيا باش تكون نموذج في العمل ديال المغرب في التواصل ديالو مع الشباب الافريقي، في دعم الشباب الافريقي اينما كان بالفعل، ماشي بالاقوال ماشي بالتصريحات الخاويه. اليوم الا بغينا نهضروا حتى على الداخل يكفي اليوم داز معك سي جمال السنوسي اللي كان رئيس عصبه ديال الهواد، زملاء افارقه صحفيين اللي كانوا في مجموعه من التظاهرات في المغرب كينبهروا بالامكانيات والبنيه التحتيه. نمشيو حنا ما نهضروش على البنيه التحتيه لان الحمد لله عندنا في الهواد دابا ملاعب اللي
تبارك الله. هذا بشهاده الناس ديال الهواة يقدروا يشهدوا ويقدروا يقولوا هذه القضيه. تشوفوا غير الحافلات ديال الهواة كريم نديروا دوك الامثله البسيطه. البارح كان واحد الحدث افريقي كان شان ديال في واحد في البلد الجار. زعما شفنا الحافلات ديالهم وشوفوا نديروا مقارنه. حنا بغينا نديروا هذه المقارنه ما بين الحافلات ديال الشان والحافلات ديال الفرق ديال الهواة ديالنا. ما كنهضروش على بريمير ديفيزيون، ما كنهضروش على دوزيام ديفيزيون، كنهضروا على الهواة في الحافلات. هذه الحافلات الموجوده وبدعم من الجامعه الملكيه المغربيه اللي دارت واحد الاستراتيجيه باش يكونوا جميع جميع فرق الهواة توفر لهم الامكانيات، لانهم كتعتبر هي ديال المشتل ديال المواهب. فتوفرت لهم الظروف ديال الملاعب يكونوا في المستوى، وكذلك حافلات التنقل التنقل بالعصاب. كذلك نشوفوا العصاب كيفاش كيخدموا. لما كاينه عصبه ديال الغرب، عصبه ديال جميع العصاب، انا ما غاديش نذكر عصبه على عصبه. كيشوفوا العمل ديالهم والاستراتيجيه ديال العمل ديالهم على المدى القصير، المدى البعيد، المدى المتوسط والمدى البعيد. هذا الشيء كيخلي الافارقه كيشوفوه كيلاحظوه. لان اليوم ملي كنهضروا على كره القدم النسائيه والتطور اللي عرفاه، راه حنا جوج دول ولا ثلاثه افريقيين اللي عاطين اهميه كبيره، وعندنا بطوله محترفه ديال كره القدم النسائيه. كنهضروا على الفوتسال، راه حنا يمكن البلد الافريقي الوحيد اللي كيلعب نهائي ساميت كاس العالم. نعم خويا. الا باقي كتذكر كانت المناظره الافريقيه لتطوير كره القدم النسويه سنه 2017 وكانت في مراكش، وعده توصيات ينفذها المغرب بالحذافير ديالها. وصلنا لهذه المستويات هادو. بيان سيغ هذوك النتائج ديال مجموعه من المناظرات علينا المغرب. احنا رضا رياض كنهضروا علاش انا كنهضر انا كذلك التعامل ديال الاخوه الافارقه، ولا كذلك كيفاش كيتعاملوا معنا على رؤساء الاتحادات. انا كنهضر على رؤساء الاتحادات بغض النظر اننا نهضروا على الزملاء الصحفيين اللي كنتبادلوا معاهم النقاش. فاش كتكون جالس مع رئيس الاتحاد السنغالي ولا رئيس الاتحاد الموريتاني ولا كيفاش كيهضر على المغرب وعلى التطور الرياضي في المغرب وعلى فوزي القزع وعلى العمل اللي كيدير، كيخليك تعرف المكانه ديالك هنا في افريقيا كي قال. وهذا الشيء غادي يرجعنا باش نقول بان هذا الاحتفال بصاحب جلاله الملك محمد السادس رحمه الله ما جاتش صدفه. جاء من عمل كبير اللي قايمه به المملكه المغربيه وعلى راس صاحب جلاله الملك محمد السادس رحمه الله باش يطور ويعطي الشباب الافريقي واحد المتنفس في نداء المواهب ديالو. يمكن اليوم كنهضروا على كره القدم اللي هي باينه بقوه، لان هي اللي كتبين الاكل ديالها، هي اللي كاين واحد الاستراتيجيه اللي هي متواصله. كيف قال المتدخلين في 10 سنين الاخرى يمكن كان العمل على واجهتين بتوصيات من صاحب جلاله الملك محمد السادس. كنخدم على واجهتين، الواجهه الداخليه هو اصلاح المنظومه الكرويه في المغرب، والوجهه الخارجيه والحضور المغربي القوي ومساعده الدول الافريقيه. سي فري التوجه باين والامور واضحه بالنسبه للسياسه المولويه ديال سيدنا الله ينصرو. ولا كذلك كما قلنا بانه رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم غادي على نفس الخطى، انه كينفذ التعليمات والوحيد اللي نفذها على حذافير. الانجازات راه هي اللي كتشهد على كل شيء. برافو فريمون برافو. غير ندير على الموندا بيان سور ديال رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجاع. خليك معايا ساميت، غادي ناخذوا الفاصل الاشهاري، من بعد اون فا فيغ ان تور عن الدراري في مختلف المباريات ومختلف التيرانات اللي تعطلنا عليهم. سمحوا لنا الدراري من الحدث كيفرض ذاته. ناخذ فاصل اشهاري ونرجع مع المستمعين الكرام برنامج مباشره من مارس.